من القبيلة إلى الإمبراطورية، قصة صعود وسقوط الدولة العثمانية. في مطلع القرن الثالث عشر كانت الأناضول تموج بالحروب والصراعات، قبائل تبحث عن مأوى وإمبراطوريات تتساقط، وحلم جديد يولد من تحت الرماد. إنها قصة قبيلة صغيرة تحولت إلى واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، إنها الدولة العثمانية. بدأت القصة مع عثمان بن أرطغرل في أواخر القرن الثالث عشر، حين قاد قبيلة صغيرة من التركمان كانت تابعة للسلاجقة. استغل فيها ضعف البيزنطيين والسلاجقة ليوسع نفوذه تدريجيا. أطلق عليه لقب الغازي أي المجاهد، ومن هنا جاء اسم الدولة العثمانية. بعده جاء ابنه أورهان أو أورخان الذي أسس أول جيش النظام الإنكشارية أو الجيش الجديد أي ينيشاري، وبدأ التوسع الحقيقي وصناعة المجد. في عهد محمد الفاتح وبالضبط في سنة 1453 تم فتح القسطنطينية، الحدث الذي غير التاريخ وأسدل الستار على العصور الوسطى. أصبحت الدولة العثمانية إمبراطورية عالمية تمتد عبر 3 قارات. بلغت ذروة قوتها في عهد سليمان القانوني، سلطان الأقاليم ال7، توسع، حضارة، تشريعات، فنون وعلوم. عرفت في ذلك الوقت بأنها دولة مترامية الأطراف. بلغت مساحتها 14.6 مليون كيلومتر مربع. بعد وفاة سليمان القانوني بدأت فترة التراجع والضعف. تميزت فيها سيطرة الوزراء والحرملك وظهور الفساد الإداري. تفوق أوروبا في العلم والتجارة، بينما تمسك العثمانيون بكل شيء قديم وحفاظهم على هذا النظام دون إدخال إصلاحات جديدة. خسائر متتالية في الحروب ضد الروس والنمساويين. أطلق المؤرخون على هذه الفترة اسم رجل أوروبا المريض أو الرجل المريض. بعد الحرب العالمية الأولى من 1914 إلى 1918 دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا، فكانت النتيجة كارثية. خسر العثمانيون أغلب أراضيهم. دخل الحلفاء إسطنبول وتم توقيع معاهدة سيفر التي مزقت الدولة. ثم ظهر مصطفى كمال أتاتورك أي أبو الأتراك، وأعلن قيام الجمهورية التركية عام 1923. دولة أصغر في المساحة ومتخلفة حضاريا، منهيا أكثر من 6 قرون من الحكم العثماني. فمن قبيلة بدوية إلى إمبراطورية عظيمة، ثم إلى صفحة في كتب التاريخ. هكذا كانت قصة الدولة العثمانية، والتي تركت إرثا لا يزال حيا في مدننا، في لغتنا، وفي وجدان شعوب كثيرة. لكن السؤال يبقى مطروح: هل سقطت الدولة العثمانية حقا، أم ما زال ظلها يمتد في عالمنا الحديث؟ شاركنا بتعليقاتك، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس
ليصلكم كل جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.